انتوا عاملين ايه؟ قول لهم هتعمل ايه النهارده. هعمل اكل لميادة وانا وبابا وانا وماما. تعمل اكل لميادة وبابا انت وماما؟ شاطر. هنعمل بقى اكل ايه؟ نعمل اكل مكرونة بشاميل. انا هحط حبة زيت اهو، حبة زيت اهو، هحط سوسيس. يلا حط سوسيس. امسك بقى قلبه شوية. يلا قلبه شوية. شاطر. نحطهم. هات وطبعا بعد ما شفته بقى مقدمة يونس العظيمة وشفته هو عمل ايه، اول حاجة كده حط حبة الزيت وحط السوسيس، قلبه يدوب بس شوحه تقلبتين، ونزل بقى بالخضار وهيفضل يقلب فيه لحد ايه ما يدبل كده شوية مع بعضه. المهم بقى يعني شجعوا لي الواد كده بلايك وشير وسبسكرايب، واللي عايزين تعملوه اعملوه. هنا طبعا كنت قلبت الخضار، هبدأ بقى احط معلقتين صلصة وهديهم كمان تقلبتين، يعني تقلبتين 3 كده بس لحد ما ريحة الصلصة تروح. ونزلت بقى بفلفل اسود ومكعب مرق الدجاج. عايزه اقول لكم ان لحد هنا كده ديت وصفه، بس يعني احنا ممكن مثلا نديها حبه ميه يدوب، يعني ربع كوبايه كده، اتاكد ان الخضار والسوسيس بتاعي استووا يعني بنسبه 100%، ونعملها سندوتشات. ديت كده كمان نزلت بقى عليها بالمكرونه وهقلب كله مع بعضه. المكرونه كانت نيه، وبرده ممكن نطلع منها وصفه تانية. الوصفه التانية ديت ان احنا ندي المكرونه حبه ميه ويا دوب المكرونه تستوي بالخضار اللي معايا وبالسوسيس، وديت تبقى وصفه مكرونه يعني تبقى تحفه جدا جدا، عليها رشه شطه كده سبايسي وبتبقى جميله جدا. لكن انا عشان كان يونس عايز ياكل مكرونه بالبشاميل، فانا هعمل لها بشاميل وهحطها كده يعني في الصينيه وهدخلها الفرن. فضيت المكرونه بتاعتي بعد ما استوت ونزلت على وشها بالبشاميل، وادي كده كله اهو مع بعضه وهدخلها الفرن. كان عندي بقى جبنه شيدر في التلاجة، وكان عندي جبنه فلامنك كده كانت هتنشف، فحطيتها يدوب على الوش. بصوا طبقه البشاميل اللي انا عاملاها كانت كبيره جدا ما شاء الله. وادي كده حطيت الجبنه على الوش، وممكن يعني من 1-2 سوسيس هنطلع كذا وصفه، ان كنا نعمل سندوتشات، ان كنا نعمل مكرونه بالسوسيس بس من غير حاجه، او نعمل لها بشاميل زي ما انا حطيت كده. وده كده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن، بجد كانت ريحتها تحفه وطعمها حلو جدا جدا. طبعا عشان من ايد يونس، وهو اللي حط ايديه فيها من الاول، وهو اللي اقترح عليا اصلا فكره ان هو عايز ياكل مكرونه بالبشاميل، فيعني انا رحت عاملاها له. اقتصاديه وموفره جدا، جربوها وبالهنا.